السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلابنا طلاب الصف الخامس الابتدائي وكل أولياء الأمور اللي بيتابعونا من كل مكان. النهاردة بإذن الله أسئلة مهمة جدا ومتوقعة في مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024. بإذن الله النهاردة هناخد مع بعض الأسئلة دي هنحلها سوا، وإن شاء الله انتظروا مننا الفيديوهات القادمة في مراجعات الاختبارات علشان خاطر ندخل الامتحان واحنا مراجعين باقي المواد، وبإذن الله ما فوتناش أي سؤال إلا لما نلاقيه داخل الاختبارات والمراجعات تبعنا. ويا ريت بطلب منك طلب، لو انت لسه زائر جديد للقناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان كل فيديو جديد بينزل على القناه ما يفوتكش ويوصل لك اشعار بكل اللي بنعمله وكل جديد. يلا نبدا مع بعض ونشوف الاختبار بتاعنا بيتكلم عن ايه. السؤال الاول طبعا بيجيب لك اختر الاجابه الصحيحه. بيقول لك يتسبب سوء استخدام المياه العذبه في نقط الحيوانات التي تعيش فيها. لو احنا اسأنا استخدام المياه العذبه ايه اللي بيحصل للحيوانات اللي بتعيش فيها؟ بيقول لك بيؤدي الى كثره الحيوانات ولا انقراض الحيوانات ولا تنوع الحيوانات ولا نمو الحيوانات؟ طبعا سوء الاستخدام يؤدي الى انقراض الحيوانات التي تعيش فيها، يعني موتها. يبقى نختار رقم باء اللي هي انقراض. عندك السؤال الثاني بيقول لك تعرف القوى التي تنشأ عند تلامس عجلات السيارة بالطريق عند الضغط على الفرامل بقوة ايه؟ يعني عجلات السيارة الملامسة للطريق لما بنيجي نضغط على الفرامل بتنشأ بينهما قوة. القوة دي بنسميها قوة الجاذبية ولا الرياح ولا الاحتكاك ولا المغناطيسية؟ طبعا هنقول له هنا تنشأ بينهما قوة احتكاك بين إطار السيارة وبين الطريق، يبقى نختار رقم ج اللي هي الاحتكاك. عندك رقم 3 مسطح مائي يحيط به اليابس من جميع الاتجاهات. المسطح المائي اللي هو بيحيط به أرض يابسة يعني مش فيها مية، المكان ده بنقول عليه ايه؟ أو المسطح المائي اللي حواليه يابس من جميع الجهات ده بيعرف بايه؟ بالبحيرة ولا النهر ولا البحر ولا المحيط؟ طبعا هنقول له هنا البحيرة، حواليها يابس يعني أرض خالية من المياه من جميع الجهات، يبقى نقول له هنا البحيرة. طيب السؤال الرابع بيقول لك يكون شكل الظل في أقصر حالاته عندما تكون نقط في أعلى ارتفاع لها وقت الظهيرة. يعني شكل الظل في أقصر حالاته يعني مش بيبقى له خيال، مش بيبقى له ظل على الأرض. لما يكون بقى ايه تقول له عندما تكون الشمس في أعلى ارتفاع لها وقت الظهيرة، يعني بتسقط عمودية على رأس الإنسان، فأنت ماشي في الشارع كده بتحس إن أنت مش لاقي لك ولا خيال ولا قدامك ولا وراك ولا في اتجاه اليمين ولا في اتجاه الشمال، فهتلاقي الظل على الرأس مباشرة عمودي، فده يعتبر أقصر حالات الظل عندما تسقط الشمس عمودية أو على الرأس مباشرة، يبقى نختار له هنا الشمس. تمام. نشوف بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك أجب عن السؤال الآتي: تأكل الغزالة العشب. وعندك الجملة بعدها بيقول لك تفتت الصخور إلى الرمال. الجملتين دول أي من هذه التفاعلات تعبر عن تفاعلات الغلاف الأرضي؟ الجملتين اللي احنا لسه قايلينهم مين فيهم اللي بتعبر عن تفاعل غلاف أرضي؟ اللي هي تأكل الغزالة العشب ولا تفتت الصخور إلى رمال؟ هنلاقي إن الغزالة بتأكل العشب، الاتنين يعتبروا كائن حيوي، الغزالة والعشب كائن حيوي، هو عايز تفاعل مع الغلاف الأرضي، يبقى احنا هناخد اللي هي تفتت الصخور مع الرمال، ده يعتبر تفاعل مع الغلاف الأرضي. تمام. ننتقل بعد كده للسؤال اللي بعده. عندنا السؤال الثاني بيقول لك رقم أ فيه بيقول لك ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. السؤال رقم 1 بيقول لك يعكس القمر ضوء الشمس الساقط عليه. طبعا هنقول له صح، احنا عارفين ان القمر ده جسم معتم وبيستمد ضوء الشمس او بيستمد نوره من ضوء الشمس علشان ايه؟ ينير لنا اثناء الليل، يبقى نقول العباره الاولانيه دي صح لانه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. طيب رقم 2 بيستخدم مرشح المياه لتحويل المياه الملوثه الى مياه نظيفه، اللي هو قصده على الفلتر، فطبعا هنقول له برضو العباره دي صح. طيب رقم 3 يمكننا رؤية قوة الجاذبية. قال لك قوة الجاذبية نفسها انت بتشوفها؟ طبعا هنقول العبارة دي خطأ، لان قوة الجاذبية بنستشعرها فقط، يعني بنحس بيها بس، لكن لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، يبقى احنا هنقول له هنا خطأ. طيب رقم 4 تعتبر النباتات هي المورد المتجدد من الموارد المتجددة. هتقوله طبعا صح لأنها تجدد نفسها بنفسها ولا أنها من الموارد الطبيعية، يبقى تقول له النبات كائن متجدد أو من الموارد المتجددة، هنقول له برضو صح.
طيب السؤال رقم ب بيقول لك يستخدم الانسان الادوات التكنولوجيه لرؤيه الاجرام السماويه البعيده عنا، اذكر اثنين من هذه الادوات. حاجات احنا ما بنشوفهاش بعيننا اللي هي الطبيعيه، فلازم نستخدم ادوات معينه علشان نقدر نشوف الاجرام السماويه اللي هي البعيده دي. فبنستخدم ايه؟ هتقول له اول حاجه هنقول له التلسكوبات، وتاني حاجه معانا المناظير ثنائيه العدسه. الادوات دي بنقدر من خلالها رؤيه الاجرام السماويه اللي هي بعيده ما نقدرش بنشوفها بالعين المجرده. تمام. ننتقل بعد كده للسؤال اللي بعده، ورقم ب في السؤال الثاني بيقول لك صل العمود ب بما يناسبه في العمود ا. عندنا العمود ا مدينا اختيارين، بيقول لك محور الارض والنجوم. بالنسبه بقى للاختيارات في رقم ب علشان نوصل بالكلام المظبوط لها، بيقول لك اجرام سماويه عملاقه مكونه من غازات شديده الحراره. يا ترى مين اللي هي الاجرام السماويه عملاقه شديده الحراره متكونه من بعض الغازات او مكونه من مجموعه من الغازات؟ مين هي؟ طبعا هنوصلها بالنجوم، يبقى هنقول له رقم 2 اللي هي النجوم هي عباره عن اجرام سماويه عملاقه مكونه من غازات شديده الحراره. طيب عندنا في لسه في اختيارين اللي هي خط افتراضي يمر عبر الارض من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي. يا ترى مين هو؟ طبعا هنقول له الخط الوهمي ده بنقول عليه محور الارض. خط افتراضي يعني خط وهمي يمر بمحور الارض من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، يبقى نختار له ده محور الارض. يبقى رقم 1 نوصلها برقم ب، وعندنا رقم 2 برقم ا. اما رقم ج ملهاش اختيارات. خلصنا من السؤال الثاني، يلا نرجع بقى ونشوف السؤال الثالث بيقول لنا ايه. السؤال الثالث معانا بيقول ضع علامة صح وعلامة خطأ أمام كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1 بيقول لك تحتوي بحيرة عسل على تركيز منخفض من الأملاح الطبيعية. يعني بحيرة عسل فيها تركيز الأملاح فيها يعتبر قليل أو قليل. طبعا هنقول له خطأ، لأن بحيرة عسل تحتوي على تركيز عالي جدا من الأملاح. طيب عندنا رقم 2 بيقول لك تؤثر جاذبية الأرض على الكائنات الحية فقط. طبعا برضه هنقول السؤال ده غلط، لأن الجاذبية الأرضية بتؤثر على جميع الكائنات الموجودة على سطح الأرض من الكائنات الحية والمكونات الغير حية، يبقى نقول له غلط. رقم 3 معانا بيقول لك سقوط الأمطار الغزيرة يؤدي إلى جفاف النهر. طبعا احنا هنقول العبارة دي خطأ، لأن الأمطار الغزيرة بتؤدي إلى حدوث فيضان مش حدوث جفاف، يبقى نقول العبارة دي خطأ. تمام. السؤال الرابع معانا بيقول نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس يكون ليلا. طبعا هنقول له خطأ. ليه؟ قال لك لأن الكرة الأرضية عندما تكون الشمس مواجهة لجزء، الجزء ده بيكون نهار والجزء الآخر المعاكس بيكون ليل. يعني نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس بيكون نهار وليس ليل، لأن سكان الكرة الأرضية اللي نص الكرة الأرضية مواجهة للشمس بيكونوا في نهار دائم، أما السكان المعاكسين في الجزء الآخر بيكونوا في ليل دائم. يبقى احنا هنقول هنا المواجه للشمس بيكون نهار مش ليل، هنقول له برضو العباره دي خطا. طيب رقم ب تبدو لنا الشمس اكبر النجوم حجما، اذكر سبب ذلك. ليه انت شايف ان الشمس متخيله ان هي تعتبر اكبر النجوم؟ هتقول له طبعا الشمس تعتبر نجم متوسط مش اكبر النجوم ولا حاجه، هنقول عليها نجم متوسط. طب احنا ليه شايفينها ان هي اكبر النجوم؟ هنقول له لان الشمس اقرب النجوم الى الارض او الينا، يبقى لان الشمس اقرب النجوم الينا. تمام. الجزء الثاني معانا من السؤال الثالث بيقول لك تخير من العمود ب وما يناسبه من العمود ا. رقم ا طبعا مديك بعض المصطلحات زي كلمه المنطقه الاحيائيه، وعندنا رقم 2 الاراضي الرطبه، ورقم 3 مستجمعات المياه. وعايزك تطلع التعريف المصطلحات اللي قدامك دي من رقم ب. عندنا لما نيجي نبص في رقم ب كويس هنقول له هي عباره عن منطقه تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفه وتتحرك في اتجاه واحد. المنطقه اللي بتتجمع فيها المياه من مصادر مختلفه دي بنقول عليها ايه؟ طبعا هنختار اللي هي رقم 3 في العمود ا اللي هي مستجمعات المياه. يبقى مستجمعات المياه هنكتبها في اللي هي الاولانيه رقم ب، نقول عليها منطقه تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفه وتتحرك في اتجاه واحد. طيب عندنا في رقم ب تاني حاجه بيقول لك منطقه كبيره تتميز بكساء خضري وتربه ومناخ يميزها. المنطقه اللي بتتميز بكساء خضري دي بنقول عليها ايه؟ شاطرين، برافو عليكم. هنقول عليها دي اسمها المنطقه الاحيائيه. يبقى المستجمعات المياه هي عباره عن منطقه كبيره تتميز بكساء خضري وتربه ومناخ يميزها. يبقى عندنا رقم 1 هنحطها في تاني قوس في العمود رقم ب. طب عندنا
بعد كده بيقول لك مسطح مائي هائل من الماء المالح، طبعا هنقوله ده البحر، وطبعا البحر المصطلح ده مش موجود في رقم ألف فهنسيبه. طيب الأخيرة في العمود باء بيقول لك مناطق يكون فيها منسوب المياه أعلى قليلا من منسوب سطح الأرض. يا ترى المناطق اللي منسوب مياه فيها قليل أعلى من منسوب سطح الأرض ده اسمها إيه؟ هتقولوا دي اسمها تعريف الأراضي الرطبة. تمام؟ ده كده يعتبر الامتحان الأول. ده كان معانا النهارده امتحان مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي. انتظروا باقي المراجعات بإذن الله على صفحتنا بإذن الله أو على قناتنا إن شاء الله رب العالمين، مراجعات شاملة باقي المواد أول بأول. يا ريت ما تنساش اللي استمر معانا في لاخر الفيديو يفعل الجرس ويشترك في القناة علشان يوصل له كل جديد، وطبعا يوصلوا أو يعملوا شير لكل أصحابه وحبايبه علشان خاطر المعلومة الجميع يستفيد بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.